مساء الفل شباب أولى ثانوي. إن شاء الله في الفيديو ده هنعمل ريفيجن شاملة وافية على شابتر 1 اللي هو الفورس والموشن. بس الأول مين اللي محتاج ريفيجن دي؟ أول حاجة اللي محتاج ريفيجن دي اللي ما يعرفش أي حاجة عن المنهج وعايز يلم المنهج، فدي فيها كل الأفكار اللي ممكن تتسأل فيها في الفورس والموشن. تاني حد لو حد وقع منه جزء أو مثلا غاب حصة في شرح الشابتر الأساسية فممكن يحضر ريفيجن دي. تالت واحد لو أنت اوريدي حضرت بس من كتر امتحانات او من كتر المذاكره في مواد تاني، او مثلا بقالك فتره ما بتذاكرش الفيزيكس نسيت، فدول الثلاثه اللي انا برشح الريفيجن دي ليهم. طيب الريفيجن دي هتكون عباره عن ايه؟ هنشرح توبكس ونحل عليها. طب ايه التوبكس اللي هنشرحها وايه نوعيه الحل اللي عليها؟ اول حاجه التوبكس اللي احنا محتاجين نعرفها، اول حاجه هنعرف يعني ايه مومنتم وهنستنتج فيها الرول ده، يبقى ده اول رول هنتكلم عليه، اللي بالمناسبة دي كل الرولز اللي انت محتاج تعرفها في شابتر 1. لو هتذاكر شابتر 1 ما تذاكرش غير دول. فدي اول حاجة هنتعامل معاها المومنت. طب تاني حاجة هنتعامل معاها الايكويشنز اوف موشن، اللي هي فين الايكويشنز اوف موشن؟ اللي هي اللي تحت، فدي تاني حاجة هنتكلم عليها. تالت حاجة هنتكلم عليها هو الويت، الرول بتاعه اللي هو فين؟ اللي هو ده، فده تالت حاجة هنتكلم عليها. رابع حاجة هنتكلم عليها ونيوتن سكند لو، نيوتن اللي هو فين؟ اللي هو الرول ده، فدي رابع حاجة. طب خامس حاجة هنتكلم عليها الرول ده اللي هو types of forces. وسادس حاجة كده types of forces، سادس حاجة هنتكلم عليها اللي هو الفورس والمومنتم أو نيوتن سكند لو وعلاقته بالمومنتم. ده الحاجة الأخيرة. وبعد كده بقى عندي هدية ليك اللي هي سابع حاجة، دي أسئلة هاي ليفل. طيب في كل جزء بقى من الحبة دول هنحل الأسئلة والافكار اللي على المومنتم، هنشرح المومنتم نحل الافكار اللي عليه، بعد كده نشرح الايكويشنز اوف موشن نحل الافكار اللي عليه مع المومنتم، وهكذا. فكل حاجه بتضاف بناخد الافكار بتاعتها مع اللي قبلها عشان نعمل مراجعه وافيه للشابتر ككل. نفس الكلام نيوتن سكند لو هنحل على كل اللي فات، وهكذا وهكذا وهكذا، بحيث لما توصل بقى للهاي ليفل كويشنز يبقى انت اوريدي البيزكس كله عارفه، وما قدامكش بس غير شويه التريكات الصعبه اللي هو ممكن يرخم عليك فيها في امتحان، سواء امتحان الشهر لو انت بتشوف الفيديو ده قبل امتحان المدرسه، او امتحان اخر السنه لو انت بتشوف الفيديو ده في الفاينل ريفيجنز. طيب كده انت فهمت نظام الريفيجن هتتم خلال قد ايه. فاحنا عندنا كام فيديو؟ 7 فيديوهات او 7 اجزاء، كل جزء هنناقش فيه نقطة من السبع نقط دي. تعالوا نبتدي بقى بأول حاجة المومنتم. المومنتم انت محتاج تعرف فيه كام حاجة. أول حاجة الكونسبت بتاع المومنتم، وتاني حاجة الرول بتاع المومنتم، وبعد كده هنحل بروبلمز أو اكزامبلز. السيكونس ده هنمشي عليه في كل الباقي. تعالى بقى نتكلم على أول حاجة هنتكلم عليها المومنتم. فأنا يهمني تفهم الكونسبت بتاع المومنتم، وبعد كده الرولز أمرها سهل. طيب يعني إيه مومنتم؟ دلوقتي القلم ده والايباد ده، ثانية هنا رايح فين؟ استنى بالله. دلوقتي 1 وده 2، لو انا سألتك مين فيهم سهل ان انا احركه 1 ولا 2 هتقول لي ببساطة 1. وطالما ده سهل ان انت تغير حالته او سهل ان انت تحركه فده عنده لو مومنتوم. طب الايباد ده صعب ان انت تحركه فعنده هاي مومنتوم. يبقى كده اللي سهل تحركه لو مومنتوم، اللي صعب تحركه هاي مومنتوم. دي فكرة المومنتوم. طيب الترابيزة دي صعب ان انا احركها فعندها هاي مومنتوم. الحيطة صعب جدا ان انا احركها فعندها هاي مومنتوم. فده معناها ان انت سهل ولا صعب تغير حالة الاوبجكت. دي فكرة المومنتوم. طيب كده انت فهمت الكونسبت. طب المومنتوم ده بيعتمد على مين او بيتقاس بايه؟ بيعتمد على حاجتين، اول حاجة الماس وتاني حاجة الفيلوسيتي. يعني ايه يا مستر؟ عشان نستنتج اي رول لازم نثبت حاجة ونغير حاجة. يعني انا هاخد الاول ريليشن بين المومنتوم والماس واثبت مين؟ الفيلوسيتي.
والعكس. طيب اديني الكلام ده في اكزامبل يا مستر. اول حاجه هاخد ريليشن بين المومنتم والماس. لما اخد ريليشن بين المومنتم والماس لازم اثبت مين؟ الفلوسيتي. بمعنى ده اوبجكت نمبر 1 وده اوبجكت نمبر 2. لو انا سالتك سؤال وقلت لك ان ده اترست وده برضه اترست، كده تقدر تقول لي الفلوسيتي بتاع ده بكام؟ بزيرو، والفلوسيتي بتاع ده بزيرو. مظبوط. سؤال بقى 1 و 2 مين فيهم اللي سهل تغير حالته؟ 1 التوك توك ولا التراك؟ ببساطه هتقول لي نمبر 1. صح. فطالما ده سهل تغير حالته فبقول عنده لو مومنتم، لكن التراك دي صعب جدا تزقها، فدي بقول عندها هاي مومنتم. طب ده ليه عنده لو مومنتم؟ ببساطه لان الماس بتاعته قليله، خفيف، فده اقدر اقول عنده لو مومنتم علشان عنده لو ماس. طب ده ليه عنده هاي مومنتم؟ علشان عنده هاي ماس. يبقى نستنتج من كده كل ما الماس increases المومنتم increases، بيبقى صعب ان انا اغيرها، وكل ما الماس decreases المومنتم ايه؟ decreases. يبقى الريليشن ما بينهم دايركت ولا انفرس؟ ببساطه تقدر تقول لي ان البي دايركت مع الام، دايركت مع الماس. ماشي، بس الكلام ده بشرط مين اللي كان ثابت هنا؟ الفي الفلوسيتي. مش شرط تبقى تريست، ممكن تبقى برقم بس ثابت. يبقى احنا هنا نقدر نقول at constant v. دي الريليشن الاولى اللي انت محتاج تعرف ان البي دايركت مع الام. تعالى بقى في الاكزامبل الثاني هنعكس. يعني ايه يا مستر هنعكس؟ بص يا سيدي، ناخد خط كده عشان نفصلهم عن بعض. احنا خدنا في الحاله الاولى الريليشن بين المومنتم والماس وثبتنا مين؟ الفلوسيتي. في الاكزامبل ده هناخد ريليشن بين المومنتم والفلوسيتي وهنثبت الماس. ازاي؟ تاني حاجه الفلوسيتي. بص يا سيدي، من التو اكزامبلز دول او من الاكزامبل ده، العربيه دي هي العربيه دي، صح؟ يبقى هل كده الماس كونستانت ولا فاريبل؟ كونستانت. يبقى انا كده اقدر اقول ان الماس دي هي الماس دي. كده ثبتت الماس، خرجت الماس بره المعادله. العربيه دي بقى والعربيه دي، لو قلت لك العربيه الاولى دي هتتحرك بفلوسيتي 1 متر بير سكند، والعربيه الثانيه دي هتتحرك بفلوسيتي 100 متر بير سكند. السؤال بقى ليك، مين فيهم اللي سهل عليك توقفها؟ دي جايه لك، تخيل كده العربيه دي جايه لك ب 1، دي جايه لك ب 100، فمنطقي اللي جايه لك بفلوسيتي 1 سهل انها توقفها. طالما سهل انها توقفها يبقى عندها لو ولا هاي مومنتوم؟ عندها لو مومنتوم. طب العربيه دي صعب جدا ان انت توقفها، اللي جايه لك بسرعه 100 ففي الاغلب هتدوسك، فدي عندها هاي مومنتوم. طالما دي لو مومنتوم ودي هاي مومنتوم، دي بقى ليه لو مومنتوم؟ عشان الفلوسيتي بتاعتها لو ولا هاي؟ لا دي لو فلوسيتي، يبقى عندها سرعه قليله، فسهل ان انا اثبتها او سهل ان انا اغير حالتها. لكن هنا عندها ايه؟ هاي مومنتم. ليه؟ علشان الفلوسيتي بتاعتها عاليه جدا، يبقى دي عندها هاي فلوسيتي. يبقى لما كانت العربيه الفلوسيتي بتاعتها قليله كان سهل ان انا اثبتها، لما كانت الفلوسيتي بتاعتها عاليه كان صعب ان انا اثبتها، صح؟ يبقى كل ما الفلوسيتي انكريزز المومنتم ايه؟ انكريزز. يبقى اقدر اقول من هنا ان البي دايركت مع الفي. تمام، بس بشرط at constant. مين بقى اللي كان لازم يفضل ثابت؟ الام، الا وهي الماس. يبقى انا كده قدرت اطلع ريليشن تانية. من الريليشن دي بقى والريليشن دي تعال نستنتج الرول من الاتنين دول. نقدر نقول بقى ان البي ايكوال مين؟ مش البي بتزيد لما الماس بتزيد؟ البي اللي هي المومنتوم، والفي بتزيد فالبي بتزيد، يبقى اقدر ازود المومنتوم لو زودت الماس او زودت الفلوسيتي، فعلشان كده البي ايكوال ام في، وده الرول بتاع المومنتوم. يبقى احنا كده استنتجنا اول رول عندنا، البي ايكوال ام في، اللي هو الرول ده. طب ايه يا مستر الدلتا في دي؟ خليها على جنب هنجيلها كمان شويه، بس مؤقتا هو بيتقاس او بيتحسب ماس تايمز فيلوسيتي او البرودكت بتاع الماس والفيلوسيتي. يبقى باختصار عايز تزود مومنتم يا تزود لي ماس يا تزود لي فيلوسيتي، عايز تقلل مومنتم يا تقلل لي ماس يا تقلل لي فيلوسيتي، بس كده. طيب تعالى نجيب بقى الميجرنج يونت بالمره. الميجرنج يونت من هنا ببساطه الماس بيتقاس بايه؟
كيلو جرام، والفيلوسيتي بتتقاس بايه؟ متر بير سكند. يبقى دي الميجرنج يونت لمين؟ للمومنت، اللي ممكن تتكتب بشكل تاني اللي هي كيلو جرام دوت متر دوت، مش السكند دي تحت باور 1 تطلع فوق تبقى باور كام؟ نيجاتيف 1. يبقى انت كده جبت ميجرنج يونت للمومنتم تاني، يا اما ده يا اما ده. يبقى كل اللي انا قلته باختصار في الصفحه دي، البي والام دايركت ات كونستانت في، والبي والفي دايركت ات كونستانت ام. يبقى نقدر نقول ان البي ايكوال ام في، ودي اليونت بتاعتها او دي اليونت بتاعتها. ده كل فكره المومنت. تعال نحل عليه كده كام سؤال عشان ندخل مع مين؟ الايكويشنز اوف موشن. طيب في السؤال ده بيقول لي ايه؟ مبدئيا كده ثبت حاجه في بالك طول الوقت، الفيزيكس نوع من الاسئله بتاعتها نوع من ثلاثه، في اولى في ثانيه في ثالثه ثانوي هو نوع من ثلاثه. ايه هو؟ يا اما ريتن، يا اما ريشيو، يا اما جراف. ريتن ده اللي هو السؤال بارقام، يديك الماس بكذا والفيلوسيتي بكذا تضربهم في بعض. الريشيو ده من غير ارقام، والجراف اللي هو زي ده. تعال بقى نتعامل مع واحد واحد فيه. السؤال ده هل في ارقام؟ لا، يبقى ده ريشيو، حتى هنا بيقول لي doesn't change increases decreases وهكذا. ريشيو بقى بتعامل فيه ازاي؟ زي ما قلت في الشرح، او لو الموضوع جديد عليك، احنا هنفرض ارقام. اي ارقام يا مستر؟ اي ارقام، لان سؤال ريشيو احنا عايزين نسبه. يعني 1 ل2 هي النسبه من 2 ل4، هي من 4 ل8، هي من 8 ل16، كله نفس النسبه. فعشان كده مش مهم الارقام، المهم النسبه بين الرقم الاولاني والرقم الثاني. يعني ايه؟ تعال نحل في السؤال ده. بيقول لي if the momentum of an object is ايه؟ doubled. يبقى هو بيقول لي ان المومنتم ماله دبل، ده معناه ان البي كانها ب2. بعد كده بيقول لي and its mass decreased to its half. يبقى الماس كده بقت ايه؟ قلت النص، يبقى اقدر اقول الماس ايكوال هاف. طب طالما مديني البي والام، مين اللي ناقص بذمتك؟ اكيد الفي. طب الفي هتبقى ايكوال مين؟ من هنا الفي ايكوال مين بقى؟ بي اوفر ام. يبقى انا عارف ان الفي بي اوفر ام، البي ب 2 والام بهاف، تبقى 2 ديفايدد هاف، لما تعمل على الكالكوليتر هتطلع ب 4. طب دي الانسر 4. يبقى انا كده عرفت ان الفي بقت قد ايه؟ 4، يبقى هتزيد قد ايه؟ 4 تايمز. انا كده عرفت الانسر هتبقى نمبر دي increases 4 times. بس كده. ولو اداك الام والفي تعملهم تايمز بعض، ولو اداك الفي والبي تعملهم ديفايدد بعض عشان تجيب الام، وهكذا. فده فكره الريشيو. تعالى بقى نشوف الجراف ده ان فيه فكر. بيقول لي بقى هنا ايه؟ the following graph illustrate case of group of object having the same ايه؟ ماس. هنا مديك هنت ان كلهم عندهم نفس الماس. ده يلفت نظرك لحاجه اللي هي ايه؟ المفروض بقى انت بقى دلوقتي بتقرا وفاهم، عشان عارف البي ايكوال ام في. لو كلهم عندهم نفس الماس، ايه علاقه البي والفي؟ لسه قايلين انها دايركت. لو رجعت كده، لما الماس يبقى كونستانت البي والفي دايركت، صح؟ كل ما العربيه كانت اسرع كل ما صعب اوقفها. يبقى انا كده عرفت ان الريليشن دي دايركت. طب وده هيفيدنا في ايه؟ لا، هيفيدنا كتير جدا. فركز بقى معايا عشان تعرف هتستفاد بايه. الذكي اللي في الفيزيكس اللي يعرف يطلع لي حاجه ثابته في السؤال. طيب تعال نشوف بقى هنا. هو عايز يحسب ايه؟ بيقول لي then the graph that expresses the object of highest momentum. يبقى انا عايز اجيب اعلى مومنتم. ايه هو اعلى مومنتم في الاربعه دول؟ ببساطه، اول ما تشوف بقى النوع الثالث اللي هو الجراف، تحسب سلوب. جراف يبقى سلوب. طب ده يفيدني في ايه يا مستر؟ هتعرف حاجه. بس هو اصلا يعني ايه سلوب؟ سلوب ببساطه في الماس واي على اكس. طب بالبلدي كده سلوب يعني ايه؟ اللاين ده مايل قد ايه؟ يعني مثلا بالسنس كده من غير اي تفاصيل، مين اللي مايل اكتر؟ ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ اكتر واحد فيهم اللي هو طالع لفوق ده. يعني مثلا ده مايل اكتر من ده، فبقول ان ده عنده سلوب اكتر من ده. ده فكره السلوب في المطلق. بس الفيزيكس معنى السلوب ايه؟ واي على اكس. يعني ايه يا مستر واي على اكس؟ او بيتحسب ازاي بواي على اكس؟ اي حاجه بتتكتب هنا دي واي اكسس، واي حاجه بتتكتب هنا اكس اكسس. فلما اقول لي سلوب واي على اكس كاني بقول مين؟ دي على تي. يبقى السلوب ايكوال دي اوفر تي. دي فيها مشكله؟ ما اعتقدش.
طب دي اوفر تي دي بتديني مين بقى؟ لو انت مش مذاكر من قبل كده او لو انت فاكر حتى من ثالثه اعدادي يا عم، الديستانس اوفر تايم ايكوال مين؟ هتقول لي ايكوال الفلوسيتي، صح؟ يبقى يعني ايه يا مستر سلوب؟ باخد الرقم اللي هنا او الحاجه اللي هنا ديفايدد اللي هنا، ولما اعملهم ديفايدد بعض ادتني حاجه جديده اسمها الفلوسيتي، يبقى انا كده عرفت السلوب ايكوال الفلوسيتي. السلوب ليه طريقه تاني غير ان انا بعمل ده اوفر ده، اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هي تان سيتا. هي ايه السيتا دي يا مستر؟ مش احنا بنقول السلوب معناها اللاين مايل قد ايه؟ تمام. طب ما السيتا اللي هي الانجل دي الانجل دي الانجل دي الانجل دي، كل دول اسمهم سيتا، يبقى دي ما ينفعش تنساها. يبقى الاسلوب باختصار، عشان ده يتطبق في كل اللي جاي، ده فكره سؤال مش خاص بالمومنتم بس، اي حاجه في الفيزيكس. الاسلوب معناها y اوفر x او tan سيتا. طيب يبقى انت كده عرفت ان كل ده بيساوي بعض، السلوب هو الفلوسيتي هو tan سيتا، صح؟ مش احنا بندور على اعلى مومنتم؟ طب بالعقل بقى كده، لو انا عايز اعلى مومنتم اروح ادور على مينيمم ولا ماكسيمم فيلوسيتي؟ ماكسيمم فيلوسيتي، صح؟ طب بما ان انا عايز اعلى فيلوسيتي، لو انا عايز اعلى فيلوسيتي مش هتبقى اعلى سلوب؟ واعلى سلوب ده كده كده هو اعلى ايه؟ تان سيتا. يبقى كل ما السيتا دي انكريزز، كل ما السلوب انكريزز اللي هو الفيلوسيتي. يعني ايه يا مستر؟ تعال نبص هنا، مين اعلى انجل؟ هنلاقي ان دي 80، فدي اعلى انجل، فدي اعلى سيتا، فدي اعلى سلوب اللي هي اعلى فيلوسيتي. فطالما ده اعلى فيلوسيتي يبقى بناء عليه هيبقى اعلى برضو ايه؟ مومنتم. ولو سالتك قلت لك مين فيهم المينيمم مومنتم، هتقول لي اللي عنده اقل انجل اللي هي 30، فدي اقل سيتا فتبقى اقل فيلوسيتي فتبقى اقل مومنتم. بس كده. يبقى السلوب ما ينفعش تنساه في الفيزيكس، تاخد الواي على الاكس او تحسب تان سيتا. دي الفكره الثانيه. يبقى احنا كده حلينا الريشيو والجراف، ناقص الريتم. قبل بقى ما نحل سؤال ريتم، سؤال بارقام زي ما انت شايف كده، محتاجين نراجع على الايكويشنز اوف موشن. طيب دلوقتي اللي هتكلم عليه الايكويشنز اوف موشن. اول حاجه يعني ايه equations of motion ولازمتها ايه وبحل عليها ازاي. فانت لو فهمت ده خلاص انت نزلت من على دماغك صداع الايكويشنز اوف موشن دي علينا في شابتر 1 وشابتر 4، فما ينفعش تنساها او تتلخبط فيه. ببساطه يعني ايه equations of motion؟ بص يا سيدي، اي اوبجكت ناوي يتحرك في ستريت لاين فهو عنده 5 حاجات. الايكويشنز اوف موشن بتتعامل من الاول والاخر مع 5 حاجات. ايه هم ال5 حاجات؟ لو انا قلت لك العربيه دي ستارتد فروم ريست، فهتقول لي ان عندها الفلوسيتي بكام؟ زيرو. الفلوسيتي اللي اول ما هتتحرك دي سميناها في اي ولا في اف لو فاكر؟ في اي يعني انيشال فلوسيتي. يبقى كده الاوبجكت طالما هيتحرك يبقى لازم يكون عنده ايه؟ في اي. مش شرط تبقى بزيرو بس لازم يكون عنده سرعه ابتدى بيها اكيد يعني. طيب هل العربيه دي هتفضل اتريست؟ اكيد لا. العربيه دي هتدوس بنزين، بعد ثانيه الفلوسيتي بقت 10، بعد ثانيه بقت 20، بعد ثانيه بقت 30. فمن هنا السيرت دي اسمها الفي ايه؟ الفي اف او الفاينل فيلوسيتي. يبقى انا كده جبت مين؟ الفي اف. يبقى اي اوبجكت ناوي يتحرك في ستريت لاين عنده حاجتين لحد دلوقتي، اللي هم الفي اي والفي اف، اللي هم دول ادي الفي اي وادي الفي اف. يبقى انا كده ناقصني كام حاجه؟ 3 من الخمس. ايه الحاجه الثالثه ودي اهم حاجه في الخمس؟ كل ثانيه الاوبجكت الفيلوسيتي بتاعته بتزيد قد ايه؟ هو 0 10 20 30، فكل ثانيه بتزيد 10. فال10 دي اللي هي الزياده في الفلوسيتي او الاماونت اوف انكريزنج في الفلوسيتي، دي اسمها اكسلريشن. وده الفاكتور الثالث. يبقى يعني ايه اكسلريشن؟ يعني الفلوسيتي بتزيد قد ايه؟ وممكن تكون بتقل مش شرط، المهم انها بتتغير، بتزيد كل ثانيه قد ايه او بتقل كل ثانيه قد ايه. طيب ايه الفاكتور الرابع؟ التايم. لو ابتدينا هنا الموشن الساعه 9، هل هنوصل هنا الساعه 9؟ اكيد لا، هنوصل مثلا 9 وربع، يبقى هيكون عدى علينا ايه؟
time، وده الفاكتور الرابع. الفاكتور الخامس بقى والأخير، مش الأوبجكت هيتحرك من هنا لهنا، يبقى هيكفر إيه؟ displacement أو distance، وده الفاكتور الخامس. يبقى يا مستر عايز تقول إيه؟ باختصار أي أوبجكت ناوي يتحرك في ستريت لاين عنده 5 حاجات. أول حاجة ال VI، تاني حاجة ال VF اللي هيوصل لها، تالت حاجة الأكسلريشن، رابع حاجة التايم، خامس حاجة الديستانس. ما ينفعش تنساها. طيب من ال5 حاجات دول بقى هو هيديهم لي كلهم صح؟ أنت غلبان قوي. ما بقتش بقى ما بقتش بقت قصة يعني، ما كانتش بقت فيزيكس يعني. هو بيديني كام حاجة من ال5 دول؟ 3 على الأقل. يبقى من ال5 دول لازم يديني 3. طب ينفع 2؟ لا، هيديك 3. يعني ما ينفعش أقل من 3، بس ينفع أكتر من 3. المهم إن أقل حاجة 3 حاجات. وأنت بقى هتجيب الاتنين التانيين باستخدام التراينجل ده. هنطبق ده في بروبلم. بس خليني أوضح لك حاجة كمان. ساعات الأوبجكت مش بيبقى دايما ماشي يمين وشمال، ساعات الأوبجكت بيتحرك لفوق وتحت، يعني vertical motion. طب يعني إيه vertical motion يا مستر؟ ببساطة دلوقتي لو أنا عندي الكرة دي هتنزل لتحت كده فري فول، دي عندها 3 حاجات، هم ال5 حاجات دول، بس هنسمي حاجة فيهم حاجة مختلفة، اسم مختلف. إيه هي يا مستر؟ بص يا سيدي، لو أنا قلت لك الأوبجكت ده فروم ريست، القلم ده هسيبه يقع، الفلوسيتي بتاعته دلوقتي بكام؟ بزيرو. يبقى أقدر أقول ال VI equal إيه؟ زيرو. تمام. طب سؤال، لو أنا سبته القلم ده هل هيفضل بزيرو؟ لأ، هيبتدي الفلوسيتي بتاعته إيه؟ increases. فبعد ثانية هيبقى 10، بعد ثانية 20، بعد ثانية 30. كل ثانية بيزيد كام؟ 10. فدي اسمها acceleration ب 10. بس سؤال بقى، مين السبب في زيادة السرعة دي؟ أنا ولا الأرض؟ الأرض هي اللي شدته، وعلشان الأرض هي اللي سرعته فالأكسلريشن دي ما اسمهاش أكسلريشن عادية، اسمها جرافيتي أكسلريشن. يبقى لو الأوبجكت فري فول يعني هيقع من فوق لتحت، فأول حاجة ال VI لازم تبقى بكام؟ بزيرو. هنعملها بلون مختلف، ال VI بزيرو. وتاني حاجة هو عنده أكسلريشن بس اسمها جرافيتي أكسلريشن، هي شبه الأكسلريشن العادية اللي كانت فوق، بس دي عشان الأرض اللي بتسرعه. يبقى لو الأرض اللي بتسرعه فهو عنده جرافيتي، لكن لو أنا اللي بسرعه فهو عنده أكسلريشن. نفس الفكرة. طيب وهو نازل الفلوسيتي بتاعته بيحصل لها إيه؟ increases. يبقى لو الأوبجكت قال لي فري فول فأنا فاهم إن ال VI بتاعته بزيرو لازم، والجرافيتي لازم تبقى بوزيتيف، والفلوسيتي increases. طب تعال نشوف لو هيتحدف لفوق، لو الكرة هنا وتتحدف لفوق يعني إيه؟ upward. لو أنا أحدف القلم ده لفوق مش لازم أديله زقة؟ أهديله زقة دي يعني أديله فلوسيتي، فنقول إن ال VI هنا بكام؟ 30 مثلا. لو أنا حدفته هل القلم ده يطلع للأبد؟ لا، ده يفضل يطلع 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 لحد ما يقف، بعد كده يقع تاني صح؟ يبقى باختصار وهو طالع الفلوسيتي بتاعته increases بقى ولا decreases؟ decreases. ليه يا مستر decreases؟ لأن الأرض بتشده. يبقى هو طالع عكس الجرافيتي، فبعد 1 سكند هيبقى 20، بعد 1 سكند كمان 10، بعد 1 سكند كمان هيبقى بزيرو. يبقى لو الفي اي ب 30 يبقى الزيرو ده اللي هي في مين؟ الفي اف الفاينل اللي وصل له. طب وهو كل ثانيه بيقل كام؟ 10. فهنا اقدر اقول ان الجرافيتي بقى بكام؟ ب 10 ولا نيجاتيف 10؟ لا، نيجاتيف 10، يعني بيقل كل ثانيه 10. طب حاجه اخيره، وهو طالع الفلوسيتي بيحصل لها ايه؟ decreases. يبقى انا عرفت الاوبجكت وهو طالع 3 حاجات، الفي اف هي اللي بزيرو بس شرط يوصل للماكسيمم هايت، والفلوسيتي ديكريزز، والجرافيتي بالنيجاتيف. تمام. فده كل اللي يخص اللي خدته الترم الاول اللي هيكمل معانا الترم الثاني اللي هم الايكويشنز اوف موشن. تعالى بقى نطبق كل الرغي ده مع المومنتم في سؤال. السؤال ده بيقول لي ايه؟ an object of a mass 0.5 كيلو جرام، يبقى انا كده معايا الام ب 0.5. قال لي left to ايه؟ fall. حلو قوي. طالما فول يبقى كانها فري فول، يبقى يطبق عليها ال3 شروط دول اللي هم ايه بقى يا مستر؟
لو الكرة دي free fall يبقى أنا عرفت إن ال VI بكام؟ ب0 وعرفت إن في gravity اللي هي ب10 مع كل ثانية هيتسرع ب10. طب وعرفت إن الvelocity increases دي منتهية يعني ما فيهاش. طب يبقى أنا كده معايا كام حاجة من ال5؟ حاجتين لحد دلوقتي ال VI ب0 والacceleration اللي هي الgravity ب10. وكده كده في السؤال هيقول لك الجرافيتي ب 10 او 9.8 بس احنا بنفرضها دايما ب 10 الاسهل يعني. المهم قال لي it reached the ground after قد ايه؟ 4 second. ده اللي هو مين؟ ده التايم equals 4. يبقى انا كمان معايا التايم ب 4. وقف بقى هنا. كده انا معايا كام حاجه من الخمسه؟ 3. الفي اي والجرافيتي والتايم اللي هي الاكسلريشن. يبقى انا ناقصني مين؟ الفي اف والديستنس. حلو. تعالى بقى نشوف لو عايز المومنتم يبقى انا احسب الفي اف ولا الديستانس؟ اكيد الفيلوسيتي اللي هي الفي اف. احسبها بقى ازاي؟ بص بقى يا سيدي، مش انا عايز الفي اف؟ مظبوط. ومعايا مين؟ التايم. يبقى استخدم مين؟ الفيرست ايكويشن اوف موشن اللي هي مين؟ اللي هي بالاصفر دي. طب لو كان عايز الفي اف ومديني ديستانس كنت هستخدم الثيرد. طب لو عايز ديستانس ومدينا تايم كنت هستخدم السكند، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى انا لو عايز الفي اف ومعايا التايم هستخدم الفيرست ايكويشن. تعال نكتب. يبقى ال VF equals VI plus GT اللي هي AT بس أنا بخليها GT اللي هي دي على بعض. أعوض بالداتا. ال VI ب0 بلس الجرافيتي ب10 تايمز التايم ب4 فال VF هتبقى 40 متر بير سكند. فأنا كده جبت كمان ال VF بكام؟ ب 40. هو بقى عايز يحسب المومنتم لما عمل تاتشنج للجراوند. بص بقى يا سيدي المومنتم تعال نكتبه بالأحمر. أنت عارف المومنتم ايكوال مين؟ ام دلتا ام في. طب الفي اللي انا هستخدمها هل بقى الفي اي ولا الفي اف؟ فقال لك هنعمل حاجه هي ولا هتبقى في اي ولا هتبقى في اف، امال هتبقى ايه؟ هتبقى دلتا في. يعني ايه يا مستر دلتا في؟ مش لو المومنتم ايكوال ام في الفي دي مش ده معناه ان الاوبجكت هيفضل بسرعته ثابته؟ مظبوط. وهل في اوبجكت سرعته بتفضل ثابته طول الوقت؟ لا، فبتتغير. عشان نريح دماغنا او نعمل الموضوع بصوره ادق فهنستخدم دلتا في. يعني ايه بقى مستر دلتا في؟ دلتا في دي معناها الفي اف ماينس الفي اي، الديفرنس اللي ما بينهم. ايه ده يا مستر مش ده الافريج؟ لا، الافريج كان في اف بلس في اي اوفر 2. طب ده يا مستر انا فاكر ده كان الاكسلريشن برضه. لا، الاكسلريشن في اف ماينس في اي اوفر تي، لكن انا بعمل الفي اف ماينس الفي اي بس. يبقى ده الدلتا في. يبقى ساعتها نعوض بالداتا. الماس هو كده كده مديهوني ب 0.5 تايمز الدلتا في اللي هي في اف ماينس الفي اي. الفي اف بكام؟ 40 ماينس الفي اي اللي هي بكام؟ بزيرو. يبقى انا كده اقدر احسب المومنتم اللي هتطلع لما نعملها على الكالكليتر ب 20 كيلو جرام دوت متر سكند نيجاتيف 1. فانا كده حسبت المومنتم وعرفت الانسر نمبر ايه. فكره كمان للمومنتم. السؤال ده بيقول لي momentum of a body vanishes when. يعني ايه vanishes؟ المومنتم vanishes دي يعني بقى بزيرو. طب ال P equal M دلتا V. طيب ده علشان يبقى بزيرو محتاجين يا اما الماس يا اما الدلتا في بزيرو. هل ينفع الماس بزيرو؟ لا، ما لو الماس بزيرو يبقى احنا بنقيس حاجه، يبقى ده ما ينفعش يبقى بزيرو. لكن مين اللي ينفع يبقى بزيرو؟ الدلتا في، او بمعنى ادق الفي نفسها. يبقى ينفع الدلتا في تبقى بزيرو او الفي تبقى بزيرو عشان البي تبقى بزيرو او فانيش. فساعتها هنختار مين؟ الانسر نمبر ايه، ان الفلوسيتي ايكوال زيرو. اخر فكره في المومنت. السؤال ده بقى لامم ريشيو على ريتن. تعال نشوف بيقول ايه. تو بوديز، اول ما تشوف تو بوديز تقسم البيج نصين. ماس بتاعته بكام؟ 515. الام 1 ايكوال 5 والام 2 ايكوالز 15. قال لي ذا فيرست ترافلينج باي فيلوسيتي 20. يبقى الفيلوسيتي الاولى ب 20. طب هل هنا مديني في اف وفي اي؟ لا، طالما مديني فيلوسيتي واحده هي دي الفيلوسيتي اللي هعتمدها. طيب then the velocity of the second one يعني هو عايز ال v2 بس بشرط. قال لي both have the same ايه momentum، يعني المومنتم هنا هو المومنتم هنا. ببساطه السؤال ده انا هحله بطريقتين، طريقه سهله قوي
وطريقة فيها فكرة واحدة، لو أنت لقطتها الموضوع انتهى. طب تعالى نحل الطريقة السهلة اللي تناسب كل الناس. أنا هنا معايا مين ومين؟ الام والفي، يبقى أقدر أحسب مين؟ المومنتوم. يبقى 5 تايمز 20 ب 100. مش هو قال لي هما الاتنين سيم مومنتوم؟ يبقى المومنتوم التاني بكام برضو؟ ب 100. يبقى أقدر أحسب من هناك ال V2. يبقى ال V2 أو ال V يعني هتتحسب P over M. يبقى 100 over 15 تطلع 6.666 اللي هي 67 متر بير سكند. فأنا كده جبت ال V2 والأنسر هتبقى نمبر A. دي الطريقة السهلة والأضمن. تعال نشوف طريقة تانية هنجيب بيها ال V2 بس من غير ما نحسب المومنتم من الأساس. إزاي يا مستر؟ من نفس الرول بتاعنا ده. مش هو قال لي الاتنين عندهم سيم مومنتم؟ مظبوط. ثبت بقى اللي أنا هقوله ده. لو المومنتم كونستانت يبقى الاتنين دول علاقتهم انفرس، عكس بعض. ليه؟ مش لما احنا قلنا الماس كان كونستانت البي والفي دايركت؟ لو حاجه ثابته اي اتنين تحت بعض دايركت. طب لما الفي كانت كونستانت البي والفي برضه دايركت، البي والام دايركت. لو البي كونستانت يبقى الام والفي انفرس، يعني عكس بعض. ودي تنفع لكل الرولز اللي حتى لسه هناخدها. يعني مثلا الويت، الويت لو كونستانت يبقى الماس والجرافيتي ايه؟ انفرس على طول. طب الفورس كونستانت يبقى الماس والاكسيشن برضه ايه؟ انفرس. المهم انا عرفت ان هم سيم مومنتم يبقى الام والفي انفرس. طب يعني ايه يا مستر هعمل ايه؟ يعني اقدر اقول M1 ديفايدد M2 ايكوال V2 ديفايدد V1 لانها انفرس. طب وبناء عليه تعالى نعوض. الام 1 انا عندي ب 5 والام 2 15 والفي 1 ب 20. يبقى اقدر اجيب من هنا الفي 2 كروس مالتيبليكيشن ده في ده على ده هتطلع نفس الفاليو. فدي طريقة تانية تحسب بيها الفلوسيتي من غير ما تقعد تحسب بالتفصيل المومنتم هنا والمومنتم هنا. بس الطريقة دي مش هتعرف تعملها إلا لو فاهم الريشيو، إن الاتنين دول عكس بعض. كده احنا راجعنا على أول حاجتين عشان ما تلخبطش مني. خلصنا المومنتم وخلصنا الايكويشنز اوف موشن وحلينا عليها ريشيو وريتن وجراف. الفيديو الجاي هنكمل على الويت.